ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا في الفقرة دي موهبة، بس موهبة مش زي أي موهبة. موهبة برغم سنها الصغير لكن موهبتها طاغية جدا. ومعانا الكاتبة الصغيرة قوي روضة عبد الستار. روضة عندها 10 سنين لكن عندها موهبة حلوة قوي في الكتابة. ازيك يا روضة، عاملة ايه؟ الحمد لله روضة ازيك عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. نورتينا. بتتفرجي على برنامج جيمز بوب الأول؟ أيوة بتفرج عليه. ما لازم تكوني بتتفرجي تعرفي عليه. مستر بوب؟ أعرفه. طيب روضة انت بتكتبي ايه؟ أنا بكتب عن الآثار في المتحف المصري. وكان أول كتاب ليا عن التمثال الكاتب. التمثال الكاتب؟ اه انت عملتي كتاب يعني؟ أنا عملت كتاب واحد. كتاب واحد؟ لسه ما اتنشرش؟ ان شاء الله. خلصتيه يعني؟ كان في مسابقة في دار الولاء. المسابقة ديت عدد كبير جدا اللي فيها، يعني آلاف. اتقبل 6 بس، وكتابي الحمد لله كان مقبول منهم. خلي بالك ان انت دلوقتي في مسابقة اصلا هيكون عليها جايزة في اخر الشهر دوت. يعني فقرة المواهب دي هيتم التصويت عليها في الاخر، واحسن موهبة هتاخد جايزة وهتطلع معانا تاني. فانت ما تزعليش من المسابقة اللي فاتت، ربنا عوضها لك بمسابقة احلى باذن لا بس الله. هي يعني فازت في المسابقة اللي فاتت. فزتي فيها؟ هي آلاف. يبقى انت المفروض بقى تكسبي المرة دي. اتقبل. بس احنا هنحتاج منك انك تقدمي لنا الكتاب بتاعك نشوف. ماشي؟ هيتنشر في معرض 2026 القاهرة. معرض الكتاب 26. الكتاب 26. تبقي اصغر كاتبة في المعرض بتهيألي. انت منين؟ من الجيزة، الفيوم. الجيزة ولا الفيوم؟ الفيوم. إيه اللي- الفيوم بعيد عن الجيزة، مش علاقة بالجيزة. عايشة في اجدع ناس. عندك كام سنة؟ 10 صح؟ 10 سنين. ما شاء الله. طيب مين اللي شجعك على الكتابة؟ اختي مريم كانت هي اكتر حد بيشجعني، وان هي كانت كاتبه كتاب قبل كده، وان انا كنت بقرا كتب كتير. يعني انت غاوية قراية؟ اه بتحبي القراية؟ بتقري لحد معين؟ لا بقى الكاتبه المفضله عندي هي ميرفت عبد الناصر. بتحبي قراية التاريخ عامة؟ بحب عشان كده جداً. كتبتي عن المتحف المصري ايوه، انا الاول كنت هكتب كتاب عن الكسب، وبعد ما كتبت قطعه وريتها لاختي. اختي قالت لي ان الفكره دي منتشره كتير، وفي ناس كتير متكلمه عنها. جميلة صح؟ فهي قالت لي يعني اكتبي عن حاجه تانية، لكن ما قالتليش اكتب عن ايه. طب ايه اكتر حاجة شدتك انت كتبتيها؟ يعني ايه اكتر جملة كده كتبتيها قلت ياه ده انا معلمة، ده الجملة دي جامدة؟ عامة اللي يكتب في المجال اللي هي بتكتب فيه هو معلم من غير حاجة، لأنها بتكتب في معلومات دقيقة جدا جدا، وتاريخ مصر الفرعوني عامة. وطبعا ده بيتزامن مع افتتاح المتحف المصري الجديد، دي حاجة مهمة جدا. انا كنت عندي روايه اسمها كتاب اسمه موسوعه مصر في عيون العالم. الكتاب دوت كان مكون من 10 اجزاء. قريتيه كله؟ ال8 اجزاء بيتكلموا عن 8 دول. الدوله دي شايفه مصر ازاي، والجزئين التانيين بيتكلموا مصر فيها ايه، فيها تحف ايه. فهي ذكرت تحف كتيره جدا. فانا هي كل ما تجيب اسم تحفه تقول موجود في المتحف المصري في القاهره. ما شاء الله عليكي، ده انت موهوبه فعلا. يعني فانا كان نفسي ان انا اروح ده تراث وتاريخ مجال صعب جدا وتقيل، وقاريه موسوعه. احنا نحييكي على حاجه زي دي، برافو عليكي. انا اصلا قارئه من كذا موسوعه، يعني موسوعه هيا نتثقف، موسوعه هيا نفكر، موسوعه الحيوان يتكلم عن نفسه، موسوعه مصر في عيون العالم، وكتب كتير جدا. برافو عليكي يا روضه. يعني. لا ده احنا على الجمال ده كله. برافو عليكي. احنا قبل ما نقرر مين الكسبان في الجائزه الكبيره، احنا النهارده هنديكي جائزه بسيطه كده مقدمه من شركه جولدن جروب. مستر بوب فين الجائزه؟ عجيبه. تستاهل يا مستر بوب صح؟ طبعا. شفتي؟ هات يا مستر بوب، تعالي بقى اقفي معانا عشان نتصور مع مستر بوب. اتفضلي تعالي. انت هتتابعيه بقى تعالي بعد كده. لفي بقى كده. ماشي، تعالي علياء معانا بقى عشان احنا بكده تكون خلصت حلقتنا. وطبعا حلقاتنا الجايه كلها جوائز كتير، وزي ما احنا دايما بنقول ايه؟ جيمز بوب هو التوب. جيمز بوب هو التوب. استنونا بقى الحلقه الجايه. استنونا يا اصحابنا الحلقه الجايه. باي.